يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله ورضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. إذا اجتمع قلبك على الله ما خاب عبد أحسن الظن بالله وفوض أمره إلى الله. ويسعد لي اوقاتكم من وين ما عم تشوفونا وبأي وقت عم تشوفونا فيه. اهلا وسهلا فيكم بقناتي، انا جنان السورية. كيفكم حبايب القلب؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. طمنوني عنكم كيف الامور، والله يتقبل طاعتنا وطاعتكم. وبداية الفيديو بتمنى ما ننسى ذكر الله عز وجل، لا اله الا الله محمد رسول الله، ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو اليوم رح يعجبكم، رح تحبوه كتير لانه عملنا سفرة كتير حلوة مرتبة بشكل مرتب كتير، رح تحبوه. فخليكم معنا، يعني عن جد من شغلات كتير كتير بسيطة. فخبروني انتم شو طابخين اليوم. يلا فورا انزلوا على التعليقات واعطونا افكار، خلينا ناخذ هيك افكار من بعضنا انه شو طابخين. كثير بنبسط هيك وقت تشوف انه مع القيلة انه شو طابخين وشو عاملين اليوم. فخبروني بالتعليقات، خبروني وين وصلتوا بقراءة القرآن. اكيد كلكم بلشتوا بختمة جديدة، فخبروني وين وصلتوا بقراءة القرآن مشان هيك نشجع ونشجع بعضنا، واللي ومين سابق الثانية لنشوف بقى. خبركم انا ولا ما خبركم وين وصلت؟ لا ما رح خبركم. بتعرفوا ليش؟ لانه اكيد انتم سابقيني، لانه انا عندي كل يوم بقرا سورة البقرة عدا الختمة اللي ماشية فيها. اليوم طبختنا على ذوق وسام. ما قلت لكم انه وقت اللي عملنا ششبرك كان على ذوق جنان، فاليوم كانت الطبخة على ذوق وسام. الله يرضى عليهم يحن عليهم إلهي يا رب. عم يصوموا هيك يشوفون صايمين ودبلانين، فما أسخز عليهم، شو ما يقولوا لي بدنا اقول لهم ايه معلش جيبوا. ان شاء الله ريته هنا على قلبهم يا رب. اتفقت مع وسام انه يختار اكله ما بدها لحمه، هو الله يرضى عليه ما حب يلبكني. قال بده مقالي وفتوش، فاليوم رح نسوي مقالي وفتوش. وطلب تسقية بصراحة، بس قلت له خليه غير لتاني يوم. بآخر هذا الفيديو نزلت لكم كيف بعمل التسقية، بتطلع غير شكل، والله طعمتها غرام من الآخر. انه هذا الفيديو على يومين صورت لكم اول يوم شو عملنا وثاني يوم شو عملنا. بس جمعتهم اثنين بنفس الفيديو لانه لقيت التصوير انه مو حرزان نزله مثلا نزل فيديوهين تمام. فجمعتهم التنتين سوا بدي انزلكم اياهم. شفتوا شو شاطرة. اليوم كمان عنا قصة صبية بحلقة اليوم، مثل ما بيقولوا للصبايا حلقة بكرة حلقة بحلقة اليوم. فعنا قصة صبية، متحمسين لتعرفوا شو هي قصتنا لليوم؟ فخليكم معنا. ما تنسوا لي اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم مني كل جديد. تشجيعكم إلي خلي هيك، لأنه القناة هلا شوي متراجعة، بتمنى هيك تشجيعكم خليها تطلع شوي ماشي. الله يخلي لي اياكم. شكرا للي بيعلقوا لي تعليقات كتير بيقولوا لي مشان انه تطلع. خلي لي قلبكم، والله تعليقاتكم هيك ما بتتخيل قديش عم تفرحني. فربي يسعدكم هيك ويجبر بخاطركم يا رب. شو هالتعليقات الحلوة، يخلي لي اياكم عن جد. انتم اللي بتعطوني شو بدي لكم السعادة، والله الطاقة الإيجابية. الله يجبر بخاطركم يا رب. عن جد تعليقاتكم يا الله شو حلوة، يا الله شو فرحتني. إلهي ربي يجبر بخاطركم يا رب. يا أحلى أخوات، والله إخواتي في الله، متحابين في الله بإذن الله تعالى. الله يجبر خاطركم يا رب. يعني بدي أقول لكم بكل صراحة، من كتر ما كانت تعليقاتكم حلوة شوي تانية بصدق حالي. عن جد. اللهم لا تجعلنا من أصابهم الغرور يا رب. تباين من حروفكم اللي كلها حنية قديش في محبة. فشو بنقول؟ اللهم هيك يديم المحبة بيناتنا يا رب، ويخلي لي اياكم يا احلى اخوات، هيك يبارك لي فيكم ويحمي لي اياكم. قصة اليوم لصبية طالبة بكالوريا. بصراحة أثرت فيني كتير، أثرت فيني لأنه عندي نفس الوجع. الله هيك يا ربي يصبرنا ويكون بعوننا، هيك يا رب، هيك يصبر كل حدا مبتلى. الحمد لله رب العالمين. فهي الصبية عم تقول إنه أنا طالبة بكالوريا، هي السنة عندي إياها. توفت رفيقتي بالزلزال. رفيقتي اللي كنت سر لها كل شيء، تعرف عني كل شيء، أعرف عنها كل شيء. ما لقيت حدا بطيبتها وحنانة. هي حدا كتير منيح. أنا هي رفيقتي الوحيدة اللي هي بالنسبة إلي الدنيا كلياتها. ففجأة توفت بالزلزال. لهلا ماني قدران اتحمل الصدمة. اهلي عم يضغطوا علي مشان الدراسة، ماني قدران ركز بدراستي ابدا. وتعبانة يعني مضغوطة جدا، ماني قدران انساها وماني قدرانة افكر الا فيها. فماني قدران ركز بدراستي ابدا. فعندي مشكلة كتير كبيرة، كيف بدي اتجاوز هاي المرحلة؟ فانه تنسيها شيء كتير صعب. مستحيل الإنسان ينسى الشخص اللي هيك شخص بيحبه فقده بينسى.
النسيان شيء مو هين، مو سهل أبدا. فكيف تتجاوز الموضوع؟ هلأ بخبرك. يعني أساس أنا تجاوزت الموضوع، أنا ما تجاوزت ولا فيني أتجاوزه، بس بقلك إنه قدرت أصبر بإذن الله تعالى. الله يجعلنا من الصابرين يا رب بإذن الله بإذن الله. قدرت هيك أصبر وأتماسك وخلي اللي حوالي يتماسكوا. أنا بالنسبة إلي المهم اللي خليت أولادي يطلعوا من الشيء اللي هن فيه، ما حسستهم ووجعتهم، يعني حاولت طلعهم قد ما فيني، والحمد لله والحمد لله قدرت أعمل هذا الشيء الحمد لله بفضل الله، إنه قدرت خليهم يتجاوزوا هاي المرحلة. هلأ بكفي لك، بس رح هيك اشرح للصبايا شو عم نعمل وشو عملنا. يعني أكيد أكلة المقالي ما بدها شرح، يعني كتير سهلة وبسيطة. أما صحن الفتوش ما في أطيب منه، هو ببلي القلب عن جد. الصايم ما بكون نشفان قلبه هيك وتعبان، ما في شي هيك طيب قد صحن الفتوش على سفرتنا على الفطور. يعني احرصوا أن يكون دائما صحن الفتوش موجود على سفرتنا، لأنه عن جد ببلي القلب. طبعا جنان الله يرضى عليها، لأنه جوعانة ولأنه هن صايمين، بتلاقي الكل بيساهم. يعني وقت عم نساوي لفطور الكل بيساهم، شو ما قلت لهم بيساوي، بيركضوا يعني مو جوعانين. الله يرضى عليهم يا رب. فالفتوش حطيت عليه من الخل اللي عملته معكم، إذا بتتذكروا ما بتتخيلوا طعمته شو طيبة. يعني ما في ولا دقت بحياتي خل نكهته طيبة مثل الخلات اللي عملتها، ونعرف شغل ايدينا ونضاف وما احلاهن شلون اشتغلناهن. فاشتغلتهم معكم خطوة بخطوة. شوفوا الفيديو اللي عملت فيه الخل وطبقوا الخطوات، عن جد ما بتندموا. عن صحن المقالي وصحن الفتوش الثاني هاد سكبة قايمتن انا. وهيك كان فطرنا أول يوم. هاي تاني يوم هيك عم نعمل تسقية، إنه زايد عندي أكل، قلت رح أعمل صحن فتوش وتسقية بس هيك جنب الأكلات. عم نقلي الخبزات هلا، وهلا بنعمل هيك خطوة بخطوة بنعمل شو اسمه التسقية. كتير طيبة، جربوها والله ما بتندموا، إن جد بتشهي على الفطور. فرح كفي مشان الصبية. هلا كيف فيك تتجاوز؟ صدقيني ولا حدا بالدنيا بيقدر يواسيكي بكلمة، وشو ما قالوا لك بتحسين انه هن مو حاسين فيكي، او هن مو قد ما حكوا، يعني ما عم يحسوا فيكي على الشيء اللي جواتك. يعني ولا امك ولا اختك ولا حدا بالدنيا بيواسيكي ولا بكلمة، الا اذا هيك قرأتي القرآن. هيك القرآن بتحسيه مثل البلسم، بداوي هيك جرحك، يعني بداوي قلبك، بيشفيه عن جد. بتحسي انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عم يناجيكي وانت عم تقرأي القرآن. هلا الدنيا رمضان ومسكي لها ختمة واهدي ثوابها لروحها، وإن شاء الله ربي يغفر لها ويدعي لها بالمغفرة والرحمة، لأنه ما في شيء هلأ بينفع إلا هيك دعائك، وإنه الله يجمعنا بالجنة. هي الكلمة كمان هيك بتواسيك إنه رح نجتمع بالجنة بإذن الله تعالى، متحبين في الله خاصة، يعني رح نجتمع بالجنة بإذن الله. وهي الدنيا قد ما طالت وقد ما طال عمرنا رح نوصل لنهاية، رح يجي هذا اليوم اللي منموت فيه، اللي رح نلحقها فيه. تمام، هيك خلي تفكيرك هذا الشيء الوحيد اللي بيواسيكي وبيخفف عنك. يعني فالاكتئاب بيجلب الاكتئاب، الزعل بيجلب الزعل. صدقيني كل ما لقيتي حالك متضايقة امسكي القرآن افتحي، تحسي انه هيك في شيء من أسى وزعل هيك طلع من قلبك، سبحان الله، بقدرة من الله عز وجل، يعني عن تجربة. يعني هلا أهل العلم اختلفوا بأمر، إنه في منهم بيقول إنه قراءة القرآن ما بتوصل للميت، وفي منهم بيقول لا بتوصل. فأنتي مانك خسرانة شيء، دائما قرأي القرآن، سورة ياسين اللي ما تيسر من القرآن، يعني سورة البقرة اللي بدك إياه، وهيك وهبيها لروحها، بتحسي براحة إنه أنتي عملتي له شيء، أو صدقة، أي شيء بتقدري عليه، بتحسي براحة إنه أنتي عملتي له شيء، إنه تمام، إنه هيك بتحسي بالسعادة. فأهل العلم اللي بيقولوا لك إنه ما عاد ينفع قراءة القرآن الميت، إنه خلص اللي مات خلص ما بقى ينفعه شيء إلا من ثلاث. وهن حكيت لكم إياها من قبل، هي ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فالله أعلى وأعلم. نحن على حسبانيتنا سبحان الله، قرأوا له الفاتحة، قرأوا الفاتحة على روحه. فنحن بنعمل مثل ما بقولوا ما خسرانين شيء، بنقرأها كل صلاة
بس الله أعلى وأعلم إنه هيك بتوصل أو ما بتوصل، الله أعلى وأعلم. أهم شي دراستك، أهم شي دراستك. أنتِ بس قرأت القرآن، التزمتي بقراءة القرآن، عم أقول لك لا الحبوب وأنا هيك أمور ما أبدا ما هيك بقتنع فيها، إنه حبوب مشان النفسية وهالأمور هي، لا لا ما بدك إياها. القرآن هو أحسن علاج. سبحان الله. فكل ما حسيتي حالك تضايقتي اقرأي شوي قرآن، تلاقي حالك ارتحتي فادرسي، لأنه دراستك أهم من كل شيء. وفرحي أهلك وحاولي تطلعي من هذا الجو اللي انتي فيه، مثل ما عم قلك بس بقراءة القرآن التزمي، والله والله بإذن الله تعالى رح تدعي لي إذا التزمتي مثل ما عم بحكي لك، لأنه عم أحكيكي شيء أنا استفدت عليه كتير الحمد لله من فضل الله. يعني عم اقول لك يجوا امي اهلي اخواتي ما حدا بالدنيا يقدر يواسيني يقول لي كلمه، لانه بقول لهم انتم ما عشتوا الشيء اللي انا عشته، انتم ما حسيتوا فيني، شو ما قالوا لي ما كلماتهم ما بتواسيني. اما هيك كلام ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، كل ما اقرا ايه هيك احيانا بوقف عندها ادعوا لي استجب لكم، فكتير كتير ايات بوقف عندها بلاقي انه ربنا سبحانه وتعالى عم يناجيني، هو الوحيد اللي واقف معي وقت اللي كل انه تركني. تمام. بس هيك في كتير صبايا بيقولوا ادعوا لنا هيك بالتعليقات، فربي إلهي يفرج همكم يا رب ويسعدكم السعادة اللي بتتمنوها يا رب. ما يجي العيد إلا كل حدا عنده أمي عنده هيك طموح عنده يتحقق يا رب بقدرة الله عز وجل، يا رب هيك يسعدكم هي السعادة اللي بتتمنوها جميع. كل مين عم يسمعني ووصل معي لهون يقول لي آمين، لأعرف مين وصل معي لهون وتحمل قري لحد الآن. فالله هيك يا رب يجبر خاطركم. لأحكي لكم شوي على التسقية اللي عم نعملها. هذا الصحن للجيران لأنه سكبولنا، قلت لا عمل صحن للجيران وصحن إلنا. هي زبدية إلنا. مثل ما شفت حطيت 3 معالق طحينة، عصرة ليمونة تقريبا، و3 كاسات لبن مركزين معي، وكاسة مسبحة تقريبا هيك بالكاسة إذا بتحبوا تعيروا، هيك وكم سنتم هيك هرسناهن، وشو اسمه النعناع، كمون وفلفل أحمر. بس هيك حطيت للفأسة تبعنا. وهذا الصوص يعني اللي نسميه فأسة. فهيك زينت بهذا الشكل بالخبز المجفف والحمص، ويعني سخنت الحمص وهي المرقة مع المرقة بنحطهم على الخبز. شفتوني أكيد شلون عملتها مع يلا شو بعرف اشرح أنا. يعني بدنا حمص ومرقته، ضفناه على الخبز المقلي، حمص مع المرقة تبعه، أكيد شفتوا الطريقة. وبالأخير وقت قال الله أكبر لطشينا السمنة عليهم. هيك صارت سفرتنا جاهزة. وهذا الصحن من الجيران جايبين لنا إياه، الله يسلم إيديهم، فأنا كمان سكبت لهم هيك صحن فتوش وصحن تسقية. وهيك كانت سفرتنا بكل بساطة وهيك طيبة وبتشهي. الله يديمها نعمة يا رب يحفظها من الزوال. هي يومين نزلت لكم إياها بنفس اليوم، فلا تنسونا من صالح دعائكم. وصلت معكم لنهاية الفيديو، استودعكم الله تعالى والسلام عليكم.